حبايبنا متابعي أفلام الخمسين الكرام، شكرا على دعمكم المتواصل، وإن شاء الله نستمر معاكم وبيكم. وأهلا وسهلا بيكم في فيلم جديد. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان ندخل في ملخص الفيلم الجامد ده. بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه جاك، عميل في المخابرات المركزية، واللي بيكون بيتدرب ساعتها علشان يجهز نفسه للمهمة المطلوبة منه. وبنلاحظ بعدها انه بياخد مهدئات لانه تعرض لمأساة زمان، وكل ما بيفتكرها بتجيله حالة تشنجات. المهم انه بعدها بياخد عربيته على مراكش في المغرب، وبيقابل عميلة سرية تبعه وبياخد منها فلاش ميموري، والعميلة دي كان ماشي وراها عميل من المخابرات المغربية. لكن جاك بخفة ومهارة ما بيلفتش الانظار ليه وهو بياخد الفلاش ميموري. بعدها بيرجع بيفتح الفلاشة وبيلاقي عليها تفاصيل مهمة قتل الواحد بيشكل خطورة على بلده. ولما جاك بيفتح صورته بيتفاجئ انه كان شغال معاه قبل كده لكنه خاين. وفورا جاك بيجهز نفسه للمهمة وبياخد عربيته وبيروح يستناه عند المطار، وبيلاقي معاه حراسة كبيرة جدا ومأمنينه بثلاث عربيات مضادة للرصاص. ده غير ان العميل المغربي كان بيراقبه وماشي وراه. بس رغم كل ده جاك بيقرر ان هو يكمل المهمة بتاعته وبيفضل ماشي ورا الهدف بتاعه. وفجأة بيلاقي العميل المغربي بيهجم عليه بأقصى سرعة، وفي الوقت ده جاك بيضطر ان هو يغير طريقه علشان يهرب، وبيدخل معاه في مطاردة شرسة جدا. وبذكاء بيقدر ان هو يهرب منه، وبيقدر ان هو يسرق عربية وبيروح بيها يستنى الهدف عند الفندق اللي هيقيم فيه. وهنا بقى بيطلع جهاز بوصلة بيقدر يوصله بالعربية، من خلاله بيقدر يسيطر على عربيات الهدف ورجالته وبيمنعهم من الخروج لوقت معين. وبينزل يتسحب لحد ما الوقت ده يخلص بثانية واحدة، وبيجري ساعتها يفتح باب العربية اللي فيها الهدف وبيضربه طلقة في نص دماغه. وبعدها بيمشي في هدوء تام لانه كان ظابط الجهاز على الوقت اللي هيخلص فيه المهمه بالظبط. بعدها بياخد العربيه بتاعته وبيروح يقابل واحده اسمها لي، واللي بتكون رئيسته في الجهاز، وبيعرفها ساعتها انه نفذ مهمته بنجاح. وبعد كده بيركب معاها الطياره علشان تاهله للمهمه اللي بعدها. وساعتها بيلاقي معاه في المهمه الجديده عميل صاحبه اسمه مايك، واللي ما شافوش بعض من زمن وبيكونوا عارفين كل حاجه عن بعض. وبعد ما بيحيوا بعض لي بتعرفهم ان الهدف المره دي يهدد سلامه الرئيس، وانهم لازم باقصى سرعه يتخلصوا منه. وبعدها بنعرف ان مايك جايب معاه حد صاحبه وينضم للمهمه دي اسمه بيتر. بيقعد بعدها مايك مع لي وبيلومها انها جابت جاك للعمليه دي، وده لانه شايف ان هو مختل وسايب مراته واولاده من زمان، واكيد تصرفاته مش هتبقى موزونه من ناحيه، ومن الناحيه التانيه الهدف بتاعهم لو اتعرف عليه هيقدر يضغط عليه باسرته ويبوظ العمليه. لكن ليه بترد عليه وبتقول له انه فايتر شرس وانها محتاجاه معاهم في العمليه دي علشان تتاكد من نجاح العمليه. اما بيتر فبيقاطعهم وبيطلب من لي انها تبعت له نص مبلغ العمليه قبل ما يبدا، وفعلا لي بتبعت له الفلوس علشان يتحمس. وبعدها بتجمعهم كلهم في مكان واحد علشان تفاصيل المهمه، وبيعرفوا ان الهدف بتاعهم ارهابي خطير اسمه كلانت، وانه بيدبر لعمليه تفجير خطيره هيقضي بيها على السلام الوطني. وفي الوقت ده بيكون مستني يعمل صفقه نووي ينسف بيها امريكا كلها. وبتوريهم صور لإرهابيين كتير كلهم كانوا بيشتغلوا تحت إيده. وقتها جاك بيتعرف على واحد منهم اسمه توني، وبيعرفهم إنه أنقذ حياته في مهمة قبل كده، وإنه لو راح يتكلم معاه هيرد له الجميل وهيعرفه مكان كلانت. وعلى الطرف التاني من الأحداث بنشوف كلانت جايب واحد من رجالته وبيهدده إنه هيبعت له رجالته يعتدوا على مراته وأولاده ويموتوهم، وده لأنه عرف إنه هو بيسرب معلوماته للاستخبارات الأمريكية. وبعد ما بيعرف كلانت إنه شغال مع لي بيخلي رجالته يموتوه فورا. ومن نظرات الشر اللي في عين كلانت بنعرف وقتها انهم بيكرهوا بعض لدرجة مرعبة، لكن السبب لحد دلوقتي مجهول. وعلشان نعرف سبب العداوة دي بينهم لازم نمشي شوية في الأحداث. وبنروح لجاك وأتباعه وهم رايحين يقابلوا توني، وبيسألوا جاك عن واحد إرهابي شغال مع كلاينت. وقتها توني بيقول لجاك انه مش هيسلمه له يموته، فبيرد عليه جاك وبيطمنه انهم هيتكلموا معاه وهيعرفوا منه المعلومات اللي هم محتاجينها وهيسيبوه. وتوني ساعتها بيوافق يساعدهم وبيتصل بيه وبيقول له على المكان اللي هيروح له عليه، وبياخد جاك واصحابه ويروحوا لنفس المكان. لكن اول ما بيوصلوا للمكان بيتفاجئوا بخيانة توني ليهم، وبنلاقيه بيضرب مايك وبينزل يجري بسرعة وبيدخل في شوارع ضيقة جدا. ولما مايك وجاك بينزلوا وراه بيلاقوه عامل لهم كمين ومعاه رجالة كتير جدا. وبمجرد ما بيدخلوا الشارع وراهم بيظهر توني فجأة وبيضرب جاك بخشبة وبيوقعه. لكن مايك بيمسك ايد توني والمسدس في ايده، وكل ما بيظهر واحد من رجالته بيضربه طلقة بيخلص عليه. وبعدها توني بيقدر ياخد منه المسدس وبيضربه. وقتها بقى جاك بياخد مسدسه وبيخلص على رجالة توني واحد ورا التاني بدون اي رحمة. وتوني بيحس بالقلق ساعتها وبيطلع سكينة من
جيبه بسرعة وبيطعن مايك بكل قوة وبيجري يستخبى، وبعدها بيتر بيجيب الرشاش بتاعه وبيدي سلاح لجاك وبيغربلوا المكان بالرصاص باللي فيه، وبيقدروا انهم يرجعوا بسرعة ويركبوا العربية ويهربوا فورا. وبيروح بعد كده لمبنى الاستخبارات وبيعرفهم اللي حصل معاهم وانهم اتغدر بيهم. وفي نص الكلام بيتر بيغضب جدا من جاك لان هو صاحب الفكرة وشايف ان هو اللي سلمهم لتوني وانه كان سبب في موت مايك، لكن ليه بتخلي رجالتها يبعدوهم عن بعض لحد ما يهدوا يعرفوا يفكروا في المصيبة اللي هم فيها. وفي نفس الوقت توني بياخد تليفون مايك علشان يعرف تحركاتهم، وبيقول للإرهابي اللي هو كان بيأمنه يهرب لأن مكانه اتعرف، وبيأمر المساعد بتاعه انه يركز في حماية الاستثمارات بتاعتهم وهو هيتكفل بمواجهة جاك واعوانه. وبعدها بيروح لكلانت اللي بيكون مشغول في اتمام صفقة النووي وبيحكي له على اللي حصل كله وبيطمنه انه هيحميه لحد ما يتم صفقته ويهرب. لكن كلانت بيكون عارف جاك كويس جدا وعارف مدى خطورته، وبيقول لتوني انه مش هيخلص اي حاجة غير لما يتأكد انه خلص على جاك، لانه عارف ان هو وجاك كانوا اصحاب في يوم من الايام وخايف انه يخونه ويسلموا ليه. بس توني بيوعده انه يحميه مقابل الفلوس اللي بياخدها منه وهيخلص له على جاك. وفي الطرف الاخر لي بتقدر بطريقتها الخاصه تعرف تحركات توني وبتبلغ جاك وبيتر يروحوا وراه. وفي نفس الوقت توني بيبقى معاه كلاينت في العربيه وبيتكلموا ساعتها عن لي، وبنعرف من كلامهم سبب العداوه اللي بين كلاينت ولي، وهي انها عايزه تنتقم منه علشان موت ابوها وهو في مهمه للقبض عليه. وبيحذر توني منها وبيقول له ان غضبها ده خلاها تتطور طوال السنين وبقت خطيره بدرجه مرعبه. بعد كده بقى جاك وبيتر بيحددوا مكان مكتب السري بتاع توني، وبيتصل جاك عليه يلهيه لحد ما بيقربوا من المكتب علشان يبقى معاه وقت كافي يدور على معلومه توصله بمكان كلاينت. وبيدور بينهم نقاش حاد جدا، وتوني بيعرفه انه بينفذ شغله مش اكتر، لكن جاك بيوعده انه هينتقم منه وهيخلص عليه وانه هياخد بطار زميله مايك. اما توني فبيرد عليه وبينصحه انه يبعد عن العمليه دي ويرجع لاسرته ويربي ابنه، لانه لو صمم يكمل المهمه دي هيضطر ان هو يقتله. وطبعا جاك بكل ثقه بيرفض النصيحه بتاعته وبيقفل السكه في وشه، وبيروح باقصى سرعه على مكتب توني هو وبيتر وبيدخلوا يدوروا على اي معلومات توصلهم لكلاينت. بس توني كان بيراقبهم من خلال الكاميرات وبيتصل برجالته تحصلوا على هناك، وبينبه عليهم محدش يتدخل لحد ما يوصل. وعلى الناحية التانية بيتر كان عامل حساب ان توني غدار ومش هيعدي الموضوع ده بالساهل، وبعد ما بيعرفوا ان كلاينت مستخبي في مركب في المينا بيحطوا قنبلة في المكتب وبينزلوا، وبمجرد ما بيوصل توني ورجالته بيفجروا القنبلة علشان يلهوهم وبياخدوا العربية وبيهربوا فورا. وفي الطريق جاك بيبعت رسالة لتوني بيعرفوا فيها انه قادر يوصله في اي مكان وفي اي وقت، لكن توني بيستخدم الرسالة دي لصالحه وبيقدر يراقب مكانهم وبيحدد تحركاتهم، وده بالظبط اللي هم كانوا عايزينه ومخططين له. وبمجرد ما بيوقعوا توني في المصيدة بيتصلوا على لي وبيعرفوا منها المكان اللي هيسحبوه ليه ويموتوه، ولي ساعتها بتبعت لهم لوكيشن لمكان فيه مصنع قديم وبتعرفهم ان رجالتها هيبقوا مستنينهم هناك وانها تكون مراقبة كل حاجة من خلال الكاميرات. وبالفعل جاك وبيتر بيوصلوا للمكان وبيلاقوا الرجاله مستنيينهم بالفعل وبيجهزوا نفسهم علشان يواجهوا توني واتباعه، وبيفضلوا مستخبيين لحد توني ما بيوصل وبيكونوا في انتظار اشاره من لي علشان يهجموا. بس المفاجاه ان توني شفر الكاميرات، وفي اللحظة دي جاك بيرمي قنبلة عليهم وبيضرب عليهم نار بأقصى سرعة وبيقدر ان هو يموت عدد كبير منهم. وبيفضل هو وبيتر يصوبوا على توني لحد ما بيسيبوه بيرموا قنبلة دخان على رجالته، وبالفعل بيقدروا ياخدوه من وسطهم. لكن للأسف بيتر بيتصاب في رجله وجاك بيقرر يسيب توني ويهربوا، وده علشان يحمي بيتر، وده اللي خلى بيتر يتخانق معاه. لكن بعدها بيفهم انه اهم حاجة عنده هي حماية فريقه، وبعدين بيطلعوا بيحطوا أجهزة تتبع في العربيات بتاعت توني وبيمشوا. وتوني بعدها بياخد تليفون واحد ميت من رجالة لي، وفي نفس اللحظة دي بيلاقي لي بتتصل عليه علشان تطمن على العملية، وبتتفاجئ ان توني هو اللي بيرد عليها مش الراجل بتاعها، وبتقرر ساعتها انها تعمل معاه صفقة هتدفع له فيها اضعاف المبلغ اللي كلاينت كان بيديهوله. وتوني بيوافق يسمع العرض بتاعها وبيقول لها على المكان اللي هيستناها فيه، وبالفعل بتروح له لي وبتعرفه انها عايزة تنتقم لابوها، فبيوافق توني على طلبها وبيقول لها على الفلوس اللي هو محتاج لها، لكن بشرط انها تسلمه جاك علشان يخلص منه. وقتها لي كان كل همها ان هي تنتقم لابوها، فبتضطر ان هي توافق من غير اي تفكير. على الناحية التانية بقى جاك وبيتر بيروحوا المينا حسب اتفاقهم علشان يخلصوا على كلاينت، وبيفضلوا يتصلوا على لي كتير لكنها مش بترد عليهم، فبيضطروا ساعتها انهم يهجموا على المركب وبيخلصوا على كل اللي فيها. وبيعرفوا من واحد قبل ما يموتوه ان توني كان عارف انهم جايين وعارف انهم عرفوا مكان كلاينت فهربوا. وفجأة توني ورجالته بيهجموا عليهم وبيفضلوا يضربوا عليهم نار،
وهما الاتنين بيقدروا يستخبوا ويموتوا اكبر عدد من رجاله توني. لكن مره واحده بيتر بيتصرف بتهور وبيطلع من مخبأه وبيموت في رجاله توني، وبعدها بيقرب على توني بس للاسف ما حسبش حساب الذخيره اللي معاه. وساعتها توني بيقف قصاده وبيقرر يرمي سلاحه، وكل واحد فيهم يطلع سكينه وبيدور بينهم قتال شرس جدا، ضربه هنا وضربه هناك. ومره واحده بيحس توني ان بيتر اقوى منه، وفورا ومن غير تفكير الخيانه بتشتغل، وبيطلع مسدسه وبيضربه طلقه في نص دماغه تحت انظار جاك، واللي بيكون غضبان جدا من توني علشان موت صحابه الاتنين. بس في الوقت ده جاك بيقرر ان هو يهرب علشان يحط خطه وينتقم بيها. وفي الوقت ده بتجيله رساله من لي بالمكان اللي هتقابله فيه، وهو لحد دلوقتي ما يعرفش انها بيعاه. وتاني يوم بيروح لها وبيقول لها اللي حصل معاهم، وبيكون مستغرب جدا توني عرف خطتهم ازاي. وبيبان في كلامه ساعتها حزنه الشديد على بيتر، وفي نفس الوقت اصراره انه ينتقم. وبعد شويه لي بتلاقيه واقف سرحان وبتروح تتكلم معاه، فبيحكي لها عن عمليه قديمه كان عاملها زمان ولسه لحد دلوقتي ندمان عليها، لان هو ورجالته كانوا تايهين في الجبل وقابلوا رجاله كبار في السن ومعاهم ولد صغير ومش معاهم سلاح، وطلبوا منهم انهم يوصلوهم لبر الامان مقابل وعد منه انه مش هيموتوهم، لكن باوامر من رئيسه بيضطر ان هو يغدر بيهم ويموتهم. وقتها لي بتواسيه وبتقول له ان اي حاجه بيعملها بتبقى في مصلحه الوطن، فبيقول لها تساعده ساعتها انهم يخلصوا مهمتهم ويحموا الرئيس. وبيطلب منها وقتها انها تجيب له مكان اسره توني. وقتها بتصدم من طلبه، لكنها بتضطر ان هي توافق علشان ما يبانش عليها انها غداره. وبمجرد ما بتعرفه بمكان مرات توني وبيمشي، بتبعت رساله لتوني وبتحذره. وفي الوقت ده توني بيبعت رجالته ورا جاك علشان يخلصوا عليه، وبالفعل بتحصل بينهم مطارده شرسه جدا لحد ما بيقدروا انهم يحوطوه من كل مكان. لكن جاك بيقدر بمهاره كبيره جدا انه يخلص عليهم كلهم بسهوله، وبياخد المساعد بتاع توني وبيربطه في كرسي العربيه، وبيفتح تليفونه ويعرف توني انهم خلصوا عليه. وبيرد على توني وبيقول له حصلنا على المخزن. وطبعا جاك ساعتها بيجبر المساعد ان هو يوصله للمخزن، وبيكون كلينت وقتها في المخزن وبيتمم صفقة السلاح النووي، وبيكون معاه 2 من رجالة توني علشان يحوطوه ويقدر يتمم اتفاقه مع لي. بس لما بيوصل توني على المكان بيكتشف ان كلينت موت رجالته وهرب، لانه من الاول ما كانش واثق فيه. وساعتها بيتصل توني على لي علشان تروح له على المخزن وبيعرفها اللي حصل، فبتفكر ان هو بيتلاعب بيها. لكن كلينت بنفسه بيتصل بيها وبيعرفها انه كان عارف كل حاجة من الاول، وعارف ان توني خاين وبيضحك عليهم هما الاتنين. وقتها بتفضل مستمرة معاه في المكالمة علشان يحاول توني يتتبع موقعه، لكن للأسف بيفشل. وساعتها بيتصل على واحد من رجالته قاعد مع مساعد كلينت وبيخليه يجيب له مكانه بالعافية. وبمجرد ما المساعد بيوصل لمكانه بيخلص عليه. وعلى الناحية التانية توني بيأمر رجالته يكتفوا ليه وياخدوها معاهم، لكنها بسرعة كبيرة جدا بتطلع السلاح بتاعها وبتحطه في راس واحد من رجالته. وفي نفس اللحظة دي بيوصل جاك وبيخلص على رجالة توني كلهم، وبيحصل قتال شرس جدا بينه وبين توني، وبيقدر ان هو يخلص عليه وينتقم لاصحابه. وليه كمان بتقدر تكتف الحارس اللي ماسكه وبتضربه طلقة في نص دماغه. وبعدها بيروحوا الاتنين على المكان اللي كلاينت موجود فيه، وبينزل جاك من العربية وبيتسحب لحد ما بيدخل المكان، وبيفتح تانك البنزين بتاع الطيارة، وبيفضل بعدها يضرب نار على الحراس. ولأن عددهم كبير جدا بيضرب طلقة واحدة في تانك البنزين بتاع الطيارة وبيفجرها كلها باللي فيها. وفي الوقت ده كلاينت بيركب عربية وبيجري بسرعة علشان يركب الطيارة التانية، وفعلا بيقدر يدخل جواها وبيقفل على نفسه لما بيلاقي جاك قرب عليه وموت كل رجالته. وعلى طول بيأمر الطيار ان هو يتحرك، وجاك بيركب عربيته وبيفضل يجري وراهم وبيقدر يحصلهم، وبيوقف العربية قدام الطيارة وبيمنعهم من الطيران. وساعتها كلاينت بيغضب وبيطلع مسدسه وبينزل يضرب نار على جاك، لكن جاك بيفضل مستخبي ورا العربية، وفجأة بيلاقي عربية تانية جاية عليه بسرعة كبيرة جدا. بس لحسن حظه انه بياخد باله وبيجري قبل ما يخبطوه. كلاينت بقى بيتعصب اكتر وبيفضل يضرب نار عليه لحد ما المسدس بتاعه بيفضى، وعلى طول بيستخبى علشان يملى الخزنة. هنا بقى بيلاقي ليه واقفة قدامه وبتضربه طلقتين، لكنه بيقدر يتماسك وبيغربلها بالرصاص. اما جاك فبيجي من ورا كلاينت وبيخلص الخزنة كلها عليه، وبيقدر ان هو ينتقم لكل اللي ماتوا من فريقه في العملية دي. وبيطمن ليه وهي بتلفظ انفاسها الاخيرة انه انتقم لها من كلاينت. وفي النهاية بيركب الطيارة وبيخلي الطيار يوصل الاستخبارات المركزية علشان يسلم السلاح النووي ويطمن الرئيس. لحد هنا بتنتهي قصة فيلمنا النهاردة. لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في ملخص فيلم جديد. كان معكم محمد خليل، سلام.